أهلا بأغلى وأحلى متابعين في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا، ويا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة دايما. النهاردة جايبة لكم قصة جديدة خالص، وبتمنى من كل قلبي تعجبكم، ومستنية رأيكم الجميل وكلامكم اللي بيشجعني دايما في التعليقات. وأهلا بيكم في قصص وحكايات عالمي الخاص. في الساعة 8:15 صباحا الشمس بدأت تسلل أشعتها الدافية وتخترق شباك أوضة مريم كانت نايمة بوضعها ملهاش أي علاقة بالبشر، والمنبه بتاع التليفون اشتغل برنته المزعجة اللي تجيب الجنان. كانت نايمة والغطا عليها والمخدة تحت رجلها، وكانت بتمد ايدها عشان تدوس على زرار سكون على التليفون، وبعد 3 محاولات أخيرا نجحت ودوست عليه. وبعدين قعدت على السرير، فضلت باصة لسقف الأوضة لمدة 10 دقايق كاملة من غير ما تحرك رمش، بتراقب نملة صغيرة رايحة جاية على الحيط. يا ترى النملة دي رايحة فين على الصبح كده، وهل هي عارفة طريقها ولا تايهة زي حالتي في الحياة؟ طب أنا لو قمت دلوقتي هفطر إيه؟ أقولك أنا كده بدأت أفكر في قضايا وجودية معقدة وأنا لسه مفطرتش، وده خطر جدا على خلايا مخي العبقرية. لازم أقوم بسرعة ألحق المطبخ. كان أبوها عم حامد قاعد على رأس الترابيزة وبيقرا في الجورنال، وعلى يمينه وشماله التوأم الشرير أحمد وسامح. ومريم قعدت وقالت بصوت هادي وجعلوت: صباح الخير والفل والياسمين على الأحلى وأروع عيلة في الكوكب كله، فين الأكل يا جدعان أنا جعانة. الأب ابتسم وقال: صباح النور يا دكتورة مريم، تعالي الحقيلك لقمة بسرعة قبل ما الاتنين دول يخلصوا السفرة والأطباق. وأحمد قال: نخلص ايه يا بابا، دي مريم اول ما بتصحى بتاكل الاخضر واليابس، دي لو قعدت على المحيط الهادي هتشربه كله. سامح قال: صح جدا، دي لما بتدخل المطبخ الحله بتتخض وبتستسلم لوحدها وبتكب الاكل في الاطباق من الخوف. ماشي اهي عينيكوا دي اللي جايباني ورا ومخلياني مش عارفه اتخن نص كيلو، الحسد بيقتل يا عالم. بابا شوف عيالك بيحقدوا على رشاقتي ازاي. سيبك من النوم يا بنتي، كلي بالهنا والشفا، وربنا يزيدك صحه وعافيه ويبعد عنك العين يا رب. وفضل الضحك والهزار شغال على سفره الفطار. وبعد ما الفطار خلص دخلت مريم اوضتها عشان تجهز، ولبست هدومها وسرحت شعرها ومسكت شنطتها وحطت فيها تليفونها وبكها، وبصت في المرايه بصه اخيره وخرجت من البيت بخطوات رايقه وضحكه جميله على وشها. وكانت مريم ماشيه في شارع فرعي هادي شويه، وكانت بتبص على قطه جميله قاعده على العربيه. وفي نفس الوقت ده وقفت عربيه جنب مريم بالظبط، وتوفيق قال: بس بس انت يا اموره تعالي هنا بسرعه، ادخلي جوه العربيه دي من غير صوت. مريم وقفت وبصت له ببراءه وفضول شديد وقالت: انا خير يا انكل، هو حضرتك تايه وعايز تسال عن عنوان ولا حاجه؟ نحب نعرفكم بتوفيق، عضو في أكبر عصابة تجارة أعضاء في البلد. وانتوا كده أكيد فهمتوا هو عايز إيه من مريم. ويا ترى بقى مريم هتروح معاه ولا هتبقى ذكية؟ ما أعتقدش. أيوة يا حبيبتي، قوليلي على الطريق اللي أنا هقولهولك دلوقتي وبالمرة أوصلك للحتة اللي أنت عايزاها. تصدق يا أنكل أنا فعلا رجلي وجعتني جدا جدا من المشي، والعربية بتاعت حضرتك دي شكلها فاضي ومريح ومصادف، بس هو حضرتك بتوصل بكام؟ بوصل ببلاش يا أختي، وخلاص اركبي بسرعة عشان نستعجل. ركبت مريم بمنتهى الراحة والهدوء، وقعدت على الكرسي البراني جنب الشباك، وقعدت تبص لبره بتتفرج على الشوارع كأنها راكبة تاكسي أو رايحة رحلة. الحمد لله خطفنا البيت الأولى بسهولة من غير ما تصوت، دي هبلة قوي، دي أسهل عملية عملتها في حياتي. الله، هو ده خطف بجد يا عمو؟ يعني أنا كده رسميا بقيت مخطوفة؟ يا حلاوة، دي أول مرة أجرب الشعور ده. أنت مجنونة يا بت ولا فقد العقل؟ بقولك مخطوفة يعني مسجونة، يعني هتموتي من الخوف والقلق، مش رايحة فسحة في الملاهي. عادي يا أنكل، التغيير مطلوب برضه عشان روتين الصباحي بيجي بكتاب. المهم المكان اللي هنروحه فيه مروحة أو تكييف ولا هنسيح من الحر؟ توفيق ما ردش عليه وهو متغاظ منها. وبعد نص ساعة كانت عبارة عن مشي في شوارع مكسرة وطويلة، العربية وقفت قدام مخزن قديم ومتهدم في أطراف المنطقة الصناعية. وتوفيق فتح الباب وسحب مريم من ايدها ودخلها جوه المخزن المهجور. كانت الضلمة مالية المكان إلا من شوية نور داخلين من فتحات السقف الصاج. في الزاوية البعيدة كانت قاعدين 3 بنات مربوطين بالحبال، ووشوشهم كلها دموع بيعيطوا بصوت واطي ومرعوبين من مصيرهم. وتوفيق زق مريم ناحية البنات وقال بتهديد بصوت غليظ: اقعدي هنا مع زمايلك لحد ما الباشا يجي يتصرف معاكم كلكم، وكده كده انت عبيطة مش محتاجة ربط. وبعدين خرج بسرعة وقفل الباب الحديد الكبير، وسمع صوت الترباس وهو بيتقفل بقوة. وقعدت مريم على الأرض بكل أريحية واتربعت وبصت للبنات ال3 اللي بيعيطوا باستغراب شديد وعدم فهم موقفهم. هو أنا ما اتربطتش زيكم ليه؟ ده ايه التفرقة دي؟ فالبنت الأولى اتكلمت وقالت: هو ده كل اللي همك؟ هيعملوا فينا ايه بجد؟ انا خايفه قوي، كده مش هنرجع لبيوتنا تاني. صح فعلا، اكيد هيطلبوا فدية ملايين من اهالينا او هيقتلونا او هيرمونا. يا لهوي يا لهوي، انا خايفه قوي. يا جماعه صلوا على النبي كده في سركم، انتوا بتعيطوا ليه بجد؟ هو العياط ده بيحل المشاكل او بيجيب نتيجه؟ وبعدين بصوا للمكان حلو ازاي، واسع وشعاري بصراحه، في شويه تراب بس لو يتنضف ويتروق هيبقى زي الفل. البنت التالتة اتكلمت بزعيق وقالت: انتي متخلفه ولا هبله؟ انتي مش مستوعبه اننا اتخطفنا، ممكن نموت في اي لحظه. مريم كلمت نفسها بصوت مسموع ومضحك وقالت: مالها البت دي؟ شكلها ما فطرتش كويس الصبح عشان كده اعصابها مشدوده وتعبانه ومش طايقه نفسها. يلا معلش العذر معاها. وفضلت البنات باصين لمريم بذهول مش طبيعي ومش مصدقين برودها وغبائها الا مع حدود، وهي قاعده على الارض بكل راحه ومش فاهمه ولا حاسه باي خطوره من المصيبه اللي هي واقعه فيها.
وعلى الجانب التاني من المدينة جوه مبنى اسم الشرطة الرئيسي كانت الأجواء مشحونة مربوكة على الآخر، وفي مكتبه الفخم اللي أساسه خشب غامق والشهادات معلقة على الحيطان كان قاعد الرائد أدهم، ضابط شديد ووسيم جدا وملامحه حادة وعينيه زي الصقر مش بتفوت حاجة، وكان لابس البدلة الرسمية الخاصة بالشرطة اللي مخلية هيئته رياضية وقوية جدا. وكان أدهم بيراجع ملفات مهمة بتركيز شديد، وفجأة دخل العسكري سيد مسرعا وضرب تعظيم سلام وقال: تمام يا فندم، البلاغ الجديد وصل من إدارة التحريات حالا. بلاغ إيه يا سيد؟ اتكلم اخلص. بلاغ عن عصابة خطف نشطة جدا في أطراف المنطقة الصناعية يا فندم، خطفوا 3 بنات لحد دلوقتي، وفي أخبار إنهم خطفوا بنت رابعة من ساعتين بالظبط، والمعلومات بتقول إن التشكيل ده خطر جدا وله نشاط في تجارة الأعضاء. أعضاء وتجاروا في منطقتي كمان؟ ده بعضهم. جهاز القوة فورا يا سيد، تحرك سريع ومش عايز خطوة واحدة غلط. البنات دول لازم يرجعوا لأهاليهم سالمين قبل ما إخوات البقرة دول يمسوا شعرة منهم. علم وينفذ يا أدهم باشا، القوة جاهزة في الساحة بره. قام أدهم لابس الجاكيت الجلد بتاعه وسحب المسدس من الجراب وشحنه بمهارة وسرعة، وخرج بخطوات واسعة وواثقة زي الأسد اللي راح يصطاد. وصلت عربيات الشرطة المدرعات المنطقة الصناعية المهجورة من غير ما يشغلوا السيرينات عشان الخاطفين ما يحسوش، وحاصر رجال الشرطة المخزن القديم من كل ناحية. وأدهم ادى إشارة لرجالته وتقدم بنفسه وزق الباب الحديد الكبير، وأدهم قال بصوت يزلزل مكانه مسدسه موجه للشمال واليمين: اثبت مكانك انت وهو، الشرطة، محدش يتحرك. وفي لحظة الاقتحام كان الخاطف توفيق واحد كمان معاه قاعدين بياكلوا، فقفزوا من الخضة والأكل وقع من إيدهم ورفعوا إيدهم في الهوا فورا واستسلموا من الرعب. بس الموقف جوه المخزن كان مضحك جدا وعجيب، وكانوا البنات ال3 مربوطين وبيعيطوا من الخوف. أما مريم فكانت قاعدة في النص متربعة وماسكة حتة خيار مخلل أخدتها من أكل العصابة وبتاكلها ببرود. وأول ما الكلام ده كله حصل قالت: الله، إيه الأكشن ده؟ هو القابض وصل ولا إيه؟ وفي الوقت ده الكل بصلها بالذهول، واتجهت عين أدهم ناحية البنات عشان يتأكد إنهم كويسين، وفجأة سقطت عينه على مريم. وفي اللحظة دي بالذات كأن الزمن وقف تماما، وانقطعت أصوات العساكر والقبض على العصابة، والضوضاء اختفت، وتحولت النظرات بين أدهم ومريم لنظرات ذهول صامت، وفضلوا يبصوا لبعض الدقايق في حالة تنحي وذهول تام، وبقهم مفتوح شوية من تأثير الصدمة والحب من أول نظرة. وفاق أدهم من ذهوله لما العسكري السيد نادى بصوت عالي وقال: تمام يا أدهم باشا، كل العصابة اتقبض عليها والبنات بخير، نطلب الإسعاف؟ لا، الإسعاف مش محتاجينها، هاتوا بس البنات على القسم عشان نعمل محاضر ونطلب أهاليهم. مريم قامت وقفت وقربت من أدهم وقالت ببساطة وغباء: بقول لك ايه يا كابتن، اقصد يا سيادة الضابط، هو انتوا هترجعونا بوكس ولا ميكروباص؟ اصل البوكس الصراحة الهوا فيه بيبقى جامد جدا ويهش الشعر، وانا ما صدقت شعري اتظبط. شعر ايه يا انسة؟ انت فاهمة انت كنت فين؟ انت كنت مخطوفة عند عصابة تجارة اعضاء. اعضاء؟ يا لهوي، يعني كان ممكن ياخدوا كليتي وفشتي وكبدتي كمان؟ طب الحمد لله انك جيتي جميل قبل ما يستفتحوا بيا. ادهم كلم نفسه بذهول وقال: يا رب دي مجنونة رسميا ولا ايه الحكاية؟ بس دمها خفيف قوي، لطيفة بصراحة. يا حضرة الضابط بكلمك، انت معايا؟ يلا بينا بقى على الاسم. وصلوا القسم ودخلوا المكتب الفخم، وأدهم قاعد على كرسي الجلد الكبير بتاعه، والبنات قاعدة على الكنب، ومريم سابت الكنبة وراحت قعدت على الكرسي اللي قدام أدهم مباشرة. اتفضلي يا أنسة، اتصلي بأهلك وبلغي والدتك أو والدك يجوا فورا ويعملوا الإقرار ويستلموكي. أوكي يا باشا، هكلم مامي عشان بابي لو جه أكيد ده هيزهقني بقى وكده، وأنا مش هنترغي كتير. المكالمة جمعت بين مريم وأمها، والأم أول ما رفعت السماعة بصوت مفزوع مشوق قالت: ألو، مين؟ مريم، انت فين يا بنت من الصبح؟ تليفونك مقفول ليه؟ واخواتك احمد وسامح بيدوروا عليكي في الشوارع كلها زي المجانين. ايه يا مامي، في ايه؟ السرعه دي كلها على ايه؟ انا كويسه والله وزي الفل، وقاعده دلوقتي جنب الظابط سكر كده ومزه قوي بصراحه. مزه ايه يا موجوسه دلوقتي؟ انت فين؟ اتقبض عليكي في مصيبه ولا في ايه؟ يا لهوي يا لهوي، يا فضحتك يا فاطمه في المنطقه كلها. لا يا مامي ما تقلقيش، محدش قبض عليا ولا حاجه، انا بس اتخطفت الصبح من الشارع والشرطه جت اقتحمت المكان وجابتنا من القسم. اتخطفتي؟ يا خرابي يا ناس، يا لهوي يا بنتي يا حبيبتي، اتخطفتي فين وعملوا فيكي ايه؟ يا لهوي يا لهوي، الحقني يا حامل، البنت اتخطفت وضاعت مننا خلاص. يا مامي اهدي كده شويه وفهمي من الاستاذ الظابط اهو، كلميه. ادهم اخد التليفون من مريم وهو بيحاول يمسك نفسه بالعافيه عشان ما يضحكش على المنظر وقال: السلام عليكم يا فندم، ايه دي حضرتك خالص، انا الرائد ادهم من اسم الشرطه، الانسه مريم بخير وعافيه ومحدش لمس منها شعرايه، احنا قبضنا على العصابه وهي عندنا في الاسم، تقدروا تيجوا تستلموها وتطمنوا عليها بنفسكم. جايه يا باشا جايه، جري، ربنا يحفظك ويحميك يا ابني يا رب. وبعد نص ساعه بالظبط جت الام فاطمه، واول ما دخلت المكتب جرت على مريم وقعدت تحضن فيها وتقلب فيها يمين وشمال عشان تتاكد ان اطرافها كامله، وبتقول: يا حبيبتي يا بنتي، يا عيني عليك يا مريم يا قلبي، عملوا فيكي ايه الجزم دول؟ ما عملوش حاجه يا مامي، الراجل اللي خاطف كان طيب والله وكان هيغدينا، بس سياده الظابط جه وقطع لنا الغدا. الحمد لله ما دام اننا وصلنا في الوقت المناسب، والتشكيل ده كان خطر جدا، والبلاغات والتحريات بتقول انهم كانوا بياخدوا البنات عشان يتاجروا في الاعضاء البشريه بتاعتهم. وهنا فقط ولاول مره من بدايه اليوم عينين مريم اتسعت على الاخر، وبصت لادهم بصدمه حقيقيه واستوعبت المصيبه اللي كانت فيها. ايه؟ اعضاء؟ يعني كانوا عايزين ياخدوا كبدتي وفشتي وكليتي بجد؟ يا لهوي يا خرابي، يعني الراجل اللي كان معايا في العربية ده مش كان راجل طيب وبيوصلني ببلاش؟ ده كان عايز يقطعني أجزاء ويكسب فيا فكة. أخيرا استوعبت يا أنسة مريم، حمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا سيادة الضابط، بجد انت بطل، ولولاك كان زماني دلوقتي قطع غيار في السوق السوداء. وخلصوا الإجراءات والمحضر وخرجوا من القسم، ومريم كل شوية تلتفت وراها تبص على آدم وهو واقف بيبتسم لها. عدى أسبوع كامل بعد حادثة الخطف، أسبوع يزهق وممل قوي، وفي بيتها كانت مريم بتقضي وقتها عادي قوي وبتقلب في التلفزيون أو بتتفرج على التليفون وتنقنق في أي تسالي. بس صورة أدهم وهو بيكسر باب المخزن بهيبته وعينيه الحادة كانت بتيجي في بالها من وقت للتاني، وهي عمالة تسأل نفسها عن الشعور الغريب ده. وعلى الناحية التانية في القسم، أدهم كان غرقان في شوية ملفات وشغل الركب، يمسك الملف من هنا وتطلع في دماغه فورا البت المخطوفة العفوية اللي كانت بتسأل ببرود عن البوكس والميكروباص، فبيبتسم غصب عنه ويهز راسه بقلة حيلة وبيرجع لتركيزه، وهو حتى ما يعرفش اسمها بالكامل ولا رقم تليفونها، وكانت بالنسبة له مجرد حادثة رسمية وعدت. وفي صباح اليوم التالي كانت مريم مسافرة في القطر مع أمها عشان يزوروا قرايبهم، والقطر كان زحمة جدا ومفيهوش مكان لرجل. فضلت مريم تدور على رقم الكرسي بتاعها المكتوب فيه التذكرة لحد ما وصلت له، ولقت ست كبيرة شكلها عرة ومفترية اسمها الحاجة نعمات قاعدة على الكرسي بثبات كأنه ملك أبوها. لو سمحتي يا حاجة، ده كرسي أنا ورقم التذكرة معايا أهو. تذكرة إيه يا عينيا؟ الكرسي ده عاجبني وعايزة أقعد فيه براحتي، طير العبي بعيد يلا يا شاطرة بدل ما أقطعك هنا. تقعدي فين يا حاجة؟ ده انت كلتي الكرسي، قومي يا ست انت بدل ما نعمل مهزلة هنا. بقى انا يقول المفاصل بتاعت امبارح انت؟ ده انا ربيكي هنا يا ناس يا عالم، شوف البت دي عايزه تمنعني اقعد في الكرسي وانا ست كبيره وعيانه ومش قادره اقف. تقعدي فيه ايه يا مفتريه كده وانت شبه البرميل؟ قسما بالله لو ما قمتي لاجيبك من شعرك ده والبادي اصلا بقى يا اختي، وريني هتعملي ايه. الموضوع كبر قوي والشرشحة زادت وصوتهم جاب آخر القطر. سواق القطر نزل بنفسه ووقف في المحطة يحاول يهدي الخناقة، والناس ملمومة لحد ما عسكري كان واقف على الرصيف أخد باله من الهيلمة دي وأخدهم هما الاتنين ونزلهم ودخلهم على اسم شرطة المحطة عشان يعملوا محضر. دخلوا المكتب في الاسم، وفي اللحظة دي رفعت مريم راسها واتجمدت في مكانها. كان الجالس في المكتب هو الرائد أدهم نفسه اللي كان منتدب للعمل في الاسم ده مؤقتا عشان شغل رسمي. أدهم أول ما شافها القلم وقع من إيده، بصلها بذهول وابتسامة دافية وقال: إيه ده؟ إنتي؟ إيه اللي جابك هنا؟ انت؟ هو انت بتطلع لي في المحافظات ولا ايه يا ربي؟ نعمات اتكلمت ببراءة شديدة وقالت: ايوه يا سيادة الضابط، البت دي هجمت عليا في القطر وكانت عايزة تطردني وتمنعني اقعد في الكرسي، ينفع كده وانا برضو اللي تعبانة مش قادرة اقف؟ وبعد التحقيق السريع اكتشف ادهم ان الست نعمات راكبة القطر من غير تذكرة اساسا وبتبتز الناس، ونادى على السيد، والسيد جه وقال له: يا سيد، خد الحاجة نعمات دي على الحجز واعمل لها محضر تهرب من الرسوم وزعزعة الاستقرار. لا لا يا باشا، انا ما عملتش حاجة، ده هي اللي مفترية واخدت الكرسي بتاعي. وبعد ما نعمات خرجت، أدهم بص لمريم وقام مكتبه وقرب منها بخطوات هادية، ونبرة صوته كانت كلها حنية ولطف، وهو مستغرب جدا من طريقتها البلدي والعشوائية، وقال: يهديكي ربنا يا مريم، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ بس اسبوع كمان معرفش عنك حاجة وفي الآخر الاقيكي جاية بخناقة في القطر. والله ست الظابط هي اللي بلدي ومفترية جدا وبتقولي الكرسي عاجبني وعايزة اقعد فيه، هو انا اسكت لها يعني؟ ده كرسي اللي انا دافع فيه. يا بنتي انتي لسانك ده بلدي قوي وطريقتك عشوائية بشكل مش طبيعي، بس بصراحة دم خفيف ومش بعرف ازعل منك ابدا. يعني انت مش زعلان مني يا ادهم باشا؟ ازعل منك ازاي بس وانتي كل ما تظهري بتعملي لي بهجه في يومي؟ اتفضلي ارتاحي على الكرسي هنا عقبال ما العسكري يخلص اجراءات والدتك بره ونشوفك وهي مطمنه. تسلم يا باشا، والله انت ظابط سكر ومتربي. ابتسم ادهم ورجع لمكتبه وهو بيبص عليها وعلى طريقتها العفويه وقلبه بيزيد تعلق بيها يوم عن يوم. وادهم قال: طب قولي لي يا مريم، امك فين دلوقتي؟ ولا سبتيها في القطر وجيتي تتخانقي لوحدك مع خلق الله؟ يا لهوي، نسيت امي خالص، دي زمانها قاعده في القطر عماله تدور عليا وبتصوت وتقول البت ضاعت مني تاني يا عالم. اهدي بس، العسكري سيد بره جايبها من على الرصيف، زمانها داخله دلوقتي، طمنيها بس واهدي. وفعلا بعد ثواني اتفتح باب المكتب ودخلت الام وهي بتلعلع وبتغري وبتدعي على القطر والركاب والمحطه، واول ما رفعت عينها وشافت ادهم اتسمرت مكانها واتسعت عينها من الصدمه. ايه ده؟ هو انت سياده الظابط بتاع المخزن؟ هو انت بتطلع لنا في كل مصيبه ونزله قطر ولا ايه يا ابني؟ اهلا يا حاجه، معلش حصل خير، بنتك بس دماغها ناشفه شويه وعملت نمره في القطر، بس خلاص المشكله اتفضت والست النصابه دي دخلت الحجز وهتتربى هناك. يا جزمة يا مريم، فضحتيني قدام الخلق كلهم، بقى تتخانقي مع ست قد امك عشان كرسي وتجيبينا الاسم؟ يا امي ما هي اللي كانت عايزة تقعد في الكرسي وتقولي هقعد فيه براحتي، انتي راضية عليا يعني؟ أدهم بص لمريم وهو جواه مشاعر دافية قوي ناحية عفويتها وبراءتها دي، بس هو بطبعه رزين ومش من النوع اللي يعبر باللسان أو بيتكلم في مشاعره. روقي بس يا مريم، محدش يقدر يظلمك ولا يجي عليكي وانا موجود، بس ارحمي نفسك شوية من العصبية دي، انتي جسمك ضعيف وما تستحمليش الخناقات دي كلها. ما هو هي اللي كانت مفترية ست الظابط، انا معملتش حاجة. أدهم ابتسم ابتسامة خفيفة ودافية قوي وعينيه مليانة اهتمام، ولف للأم بوزن واحترام وقال لها: ما تقلقيش يا حاجة، أنا هخلي العسكري يوصلكم بنفسه لحد المحطة ويضمن إنكم تركبوا في مكان مريح ومحدش يضايقكم خالص طول السفر.
ربنا يخليك ويصلح حالك يا ابني يا رب، كلك ذوق واصل والله. ادهم ندى على العسكري سيد وامر يرافقهم ويهتم بيهم لحد ما يركبوا وسائل المواصلات بتاعتهم بسلام. وقبل ما تخرج من الباب لفت مريم وشها وبصت لادهم بابتسامه خفيفه ومكسوفه، ولقيت ادهم واقف ورا مكتبه وحاطط ايديه في جيبه وبيصطنع نظره هاديه بس عينيه كلها حنيه واهتمام ومتابعه كل خطوه بخطوتها لحد ما خرجت من باب المكتب واختفت عن عينه. عدى يوم كامل على رجوع مريم وأمها من السفر ورجوعهم لبيتهم. مريم كانت قاعدة في أوضتها ماسكة الموبايل وبتلعب فيه بلا هدف، وكل ما تفتكر نبرة أدم وإصراره إنه يطمن عليهم في القطر قلبها يرفرف من الفرحة والكسوف. كانت محتارة بين رغبتها إنها تتكلم معاه وبين خجلها لحد ما فجأة الموبايل رن بنفس الرقم الغريب اللي اتصل بيها امبارح. مريم اتخضت، بصت للشاشة وجسمها أشعر، ردت بصوت واطي ومتردد وهي بتلتفت حواليها. ألو؟ مساء الخير يا مريم، يا رب تكوني ارتحتي من تعب السفر. مساء النور يا سيادة الضابط، الحمد لله وصلنا بخير ورجعنا لحياتنا الطبيعية. بدأ الحوار بينهم في الأول هادي ورايق، وأدهم بذكائه وهدوءه قدر يخلي مريم تفك في الكلام وتنسى رهبة إنه رئيس مباحث، وبدأوا يتكلموا في حاجات كتير عن يومياتها وعن شقاوتها ورأيها في الخناقات، وهو كان بيسمعها باهتمام شديد ويبتسم على طريقتها العفوية في السرد. وفجأة ومن غير ما تحس مريم أو تسمع خطوات اتفتح باب الأوضة باندفاع وبصوت عالي، ودخل سامح أخوها الصغير واقف ومربع إيده وراه عينين مليانة شك. بتكلمي مين يا ست مريم؟ كل ده وشك أحمر ليه كده متوترة؟ انت ازاي تدخل كده من غير ما تخبط يا زفت؟ انت بكلم صاحبتي، انت مالك اصلا؟ صاحبتك برضو؟ طب والله لا اروح اقول لامي انك بتكلمي مع واحد وبتقولي لي الست الظابط وبصوت واطي كمان. سامح لف وشه وطلع يجري في الصاله رايح لامه في المطبخ، ومريم طلعت تجري وراه في الشقه زي المجنونه عشان تمسكه وتمنعه قبل ما يفضحها وتتفتح عليها ابواب جهنم. كل ده وادم على الناحيه التانيه من السماعه سمع صوت الجري والشهقات وصراخات مريم، ومش قادر يمسك نفسه من الضحك، وضحكته كانت عاليه جدا ومات على روحه من طريقه سامح وعفويه الموقف. تعالى هنا يا ابو، ما انت والله لو نطقت بحرف لوريك ايام سودا. هي يا بنتي هدوا كده هتموتوا بعض، مسكتي ولا لسه؟ ها هتديني 100 جنيه مصروف الاسبوع ده ولا اخش للست الوالده جوه بالخبر الطازه؟ طب عينك يا حبيبي ولا مليم، روح قول لها، وريني هتقول لها ايه يا ناصح. سامح اتغاظ جدا ان ابتزازه فشل ودخل فعلا لام المطبخ بصوت عالي وقال: ياما تعالي شوفي مريم بتكلم مين في الاوضه وبتقفل الباب عليها ومتدينيش مصروف. ايه؟ والام خرجت بعصبيه ودخلت اوضه مريم وهي بتبرق وشها متكدره وتقول: بتكلمي مين يا بنت انت من ورايا عامله لي فيها اسرار والغاز؟ بكلم الضابط ادهم يا امي بتاع الاسم. الضابط ادهم ليه يا بت؟ هو احنا عملنا مصيبه جديده ولا ايه؟ القطر تاني ولا ايه المصيبه اللي وقعتنا فيها؟ ابدا يا امي، ده بيكلمني عشان مشكله بنت عمتي، انت عارفه انها واقعه في حوار كده وهو انا يحلهولنا ويسلك الموضوع من غير شوشره ولا محاكم. ماشي يا اختي، كتر خيره ابن الناس ده والله طيب وبيخدمنا ومراعي ربنا. طب كملي كلامك معاه وقولي له ربنا يجازيك خير ويصلح حالك. خرجت الام وهي بتحاسبن على سامح، ومريم قفلت الباب وراهم واخدت نفس طويل وحطت ايدها على قلبها، وادهم على السماع بنبره ضاحكه مندهشه من دهاها قال: لا برافو، تثبيته صحفيه محترفه. بس ايه حكايه بنت عمتك دي؟ هو في مشكله بجد ولا ده حوار تثبيت لامك وخلاص؟ في حوار غير اللي انا حلتهولك يعني؟ لا هي تثبيت عشان نخلع من سامح. وتعالى نروح فلاش باك. نزلت مريم تقابل صاحبتها وبنت عمتها من في كافيه هادي قريب من البيت. مريم كانت فاكرة إن الموضوع بسيط، بس أول ما قعدت وشافت وش نورهان اتخضت ورجبها خبطت في بعض. نورهان كانت عينيها وارمة وحمرا من كتر العياط وإيديها بتترعش وشكلها مرعوب كأنها شافت مصيبة العمر. مريم بقلق وخوف شديد قالت: مالك يا نورهان؟ في إيه يا بنتي؟ رعبتيني، احكي في إيه؟ أنا اتخرب بيتي يا مريم، اتسرقت وفي مصيبة سودة هتوديني في داهية. اتسرقتي إزاي؟ اهدي واحكي لي إيه اللي حصل بس بالظبط. أنا كنت نازلة الصبح بدري ومعايا شنطة كبيرة وكان فيها مبلغ فلوس كبير قوي محوشينه بالعافية، وكان فيه الذهب بتاعي كله، أوراق مستندات مهمة جدا ومبيعات أراضي وممتلكات تخص بابا. كنت رايحة أدفع الفلوس دي وأسلم الورق في مصلحة حكومية عشان نتمم صفقة مصيرية للبيت كله. وأنا ماشية في الشارع ومركزة في الطريق طلع عليا واحد من الحرام، استغل الزحمة وعمل حوار ورغي معايا وحاول يشتتني، وفي لحظة غفلة ما حسيتش بيها نشل الشنطة وجرى طار بيها واختفى وسط الحواري، وما لحقتش أصرخ حتى يا مريم. الشنطة راحت باللي فيها الفلوس والورق والذهب. بابا لو عارف هيطب ساكت والبيت هيتخرب، مستقبلي راح يا مريم. مش عارفة أروح أقول لهم إيه في البيت، أعمل إيه يا ربي أعمل إيه؟ اهدي يا نورهان وما تعيطيش، والله حقك هيرجع. الحرامي ده لازم يتجاب والشنطة ترجع باللي فيها. سيبي الحوار ده وأنا هتصرف فورا. باك. رجعت مريم من خيالها وفلاش باكت ذكريات على صوت أدم في السماعة ونبرته الدافية اللي لسه زي ما هي بتخترق هدوء أوضتها، وقال: إيه يا مريم سكتي ليه فجأة؟ اوعي تكوني سرحتي فيا. لا أصل افتكرت اليوم ده بالظبط، وافتكرت الكلمة اللي قلتها لي ساعتها لما قلت لي طول ما أنا موجود محدش يقدر يضايقكم. وأنا عند كلمتي يا مريم لحد النهاردة والآخر يوم في عمري. الكلمة دي مش مجرد كلام قلته في لحظتها. أنا بجد مش عارفة أقولك إيه يا أدم، أنت عملت عشاننا حاجات كتير قوي، وقفتك مع نورهان ومعايا ومع أمي من غيرك ما كنتش عارفة كنت ممكن نعمل إيه في المصيبة دي كلها. أنا ممتنة لك قوي بجد. ما تقوليش حاجة يا مريم، حمايتي واهتمامي بيكي ده وبأهلك ده مش مجرد واجب ولا شغل، لا ده أحسن حاجة أصلا بتحصل في يومي. السكوت حل بينهم لثواني، بس كان سكوت مليان مشاعر، كلام الدنيا كله ما يقدرش يوصفه. مريم كانت بتتنفس ببطء وضربات قلبها مسموعة من كترة الدفء اللي حساه.
طب انت مش وراك بقى شغل بكرة بدري يا ست الظابط ولا ايه؟ ولا ناوي تسهرني معاك وتخليني اتسحل في الكلام؟ انا ورايا مرور الساعة 7 الصبح، بس بصراحة الكلام معاكي بيهون عليا تعب اليوم كله، ما بصدق اسمع صوتك العفوي ده عشان افصل من دوشة القضايا والحرامية. يعني انا بفصلك من دوشة الاسم؟ ماشي يا سيدي، مقبول التثبيت ده. مش تثبيت يا مريم، دي حقيقة. بس قوليلي بقى، امك لسه ناوية تعمل لي عزومة جديدة ولا تابوا بعد المرة اللي فاتت؟ دي امي كل ما تفتكرك تدعي لك وتقول ده ابن اصول ومتربي، وتقولي لازم نعمل له عزومة ملوخية المرة الجاية. خلاص يا ستي، اعتبريني معزوم من دلوقتي، بس بشرط انتي اللي تعملي السلطة بنفسك تاني. وفضلوا يتكلموا ويضحكوا في جو مليان دفى وراحة نفسية لحد ما الوقت اتسرق منهم وبقت الساعة داخلة على 3 الفجر. يلا يا مريم بقى ادخلي نامي بقى عشان عينيكي ما تبرمش، وانا هقفل عشان الحق اجهز لشغلي. ماشي يا ادم، خلي بالك من نفسك بس في الشغل، ما تتغش على نفسك قوي. حاضر، تصبحي على خير يا مريم، وما تقفليش التليفون، اول ما اخلص المرور هكلمك اطمن عليكي. وانت من اهله يا ادم، مستنياك. قفلت مريم المكالمة وحطت الموبايل على صدرها وقعدت تبص لسقف الأوضة وهي ابتسامتها مش مفارقة وشها، وحاسة إن المشاعر اللي كانت مكتومة بينها وبين آدم خلاص بقت حقيقية ومالية حياتهم أمان وحب. عدى حوالي أسبوعين على آخر مكالمة بين آدم ومريم. كانت المكالمات بينهم أسلوب حياة، بس مريم كانت حاسة إن آدم بقى مشغول قوي الفترة دي وكلامه بقى قليل ومختصر. في يوم جمعة دافي مشمس البيت كله كان في حالة طوارئ. أم مريم صحتها من الساعة 8 الصبح عشان ينضفوا البيت ويفرشوا السجاد الجديد. مريم كانت قاعدة في نص الصالة لابسة روب بيتي قديم وحاطة فوطة على راسها وشعرها طالع منه بطريقة مضحكة، وإيدها مليانة مسحوق غسيل بتضحك في السجادة وشكلها مبهدل تماما. وفجأة جرس الباب رن بضغطة طويلة، وأم مريم بصوت عالي من المطبخ وهي بتنشف إيدها قالت: بنتي يا مريم افتحي الباب يلا، ده أكيد القهوجي جايب طلبات البنا والمشروبات اللي طلبناها. حاضر ياما حاضر، هو اليوم ده أصلا باين من أوله. مريم مشيت بكسل وفتحت الباب من غير ما تبص حتى من العين السحرية، وقالت وهي بتعدل الفوطة على راسها: اتأخرت ليه يا سيدي القهوجي، انت متحن علي. سكتت مريم فجأة والكلمة وقفت في زورها وركبتها خبطت في بعضها وعينيها اتسعت لدرجة إنها كانت هتطلع من مكانها. وكان واقف قدام الباب أدهم، بس مش أدهم الظابط بتاع الاسم، كان متأنق في قميص كحلي شيك جدا، بنطلون رمادي وساعة فضية بتلمع. أدهم؟ أقصد سيادة الظابط. مساء الخير يا مريم، هو ده أسلوب استقبالنا برضو ولا تسيبينا واقفين في السلم كده كتير؟ مريم ما ردتش عليه ولفت وجريت على جوه الشقة زي السهم وصرخت صرخة مكتومة ودخلت أوضتها وهي بتتنفس بسرعة وجسمها كله بيرعش من كثرة الكسوف والمفاجأة اللي نزلت عليها زي الصعقة. الأم كانت عارفة إن هما جايين النهاردة، بس ما قالتش لمريم عشان غلط خاص في دماغها، وخرجت لآدم وأمه وأبوه وقالت: يا ألف نهار أبيض، يا مرحب يا ابني، خطوة عزيزة والله، تعالى اتفضل يا حاج، اتفضلي يا هانم، البيت بيتكم. ده فضلك يا حاجة والله، من كتر ما آدم حكالنا عنكم وعن جدعنتكم وطيبة قلبكم ما كنتش مصدقة امتى هنيجي ونشوفكم. دخل آدم وأهله وقعدوا في الصالون الكبير، وخرج سامح أخوه الصغير من الأوضة، وأول ما شاف آدم بقميصه الشيك عينيه لمعت وجري عليه وقعد جنبه على الكنبة ولزق فيه بكل جرأة وقال: ايه ده يا ادهم باشا، جايب ورد وعيلة وشيك كده؟ طب وال100 جنيه بتاعتي فين بقى عشان اديك موافقتي المبدئية وما اقفلش عليك الباب؟ خد يا سيدي وعد على نفسك وسيبنا بقى نتكلم في المهم مع الجماعة بدل ما اعمل معاك محاضرة بالذات دلوقتي. وجوه الأوضة مريم كانت بتجري زي الفراشة المرعوبة، وغيرت هدومها في وقت قياسي، لبست دريس أزرق رقيق جدا وظبطت شعرها وحطت شوية كحل خفيف عشان يداري توتر عينها، وكانت حاسة إن قلبها بيضرب جوه قفصها الصدري زي الطبلة. خرجت مريم وقعدت جنب أمها وهي حاسة إن السخونية طالعة من خدودها من كتر الكسوف، واتنحنح والد آدم وقال: يا حاج احنا جايين النهارده عشان نطلب ايد بنتك الكريمه مريم لابننا ادهم. ادهم رئيس مباحث ورجل في موقعه وله اسمه وسمعه، بس قدام بنتك هو اطرق بابكم كابن اصول عايز يبني بيت على سنه الله ورسوله، وهو حكالنا عن شجاعتها وعفويتها وطيبه اصلها، واحنا يشرفنا نكون اهل. والله يا حاج ادهم ده ابننا ومن غير ما يتكلم، جدعنته وشهامته مع نورهان بنت اختي ومعانا في كل موقف اثبتت انه راجل يؤتمن على بنتنا معاه، ومش هنلاقي احسن منه لمريم ولا يصونها غيره. التفت لكل المريم وادهم قال: مريم، انا وعدتك قبل كده ان طول ما انا موجود محدش يقدر يضايقك او يظلمك او يمسك بسوء، والنهارده انا جاي اطلب ان الوعد ده يبقى طول العمر وتبقي في حمايتي وجنبي رسمي قدام الدنيا كلها. موافقه؟ موافقه يا سياده الظابط. والكل فرح بدرجة الزواريت تاني في الشقة من أمها وأم أدهم، وأحمد ما كانش موجود في الوقت ده لأنه كان خارج مع أصحابه. مريم لاحظت ده بس ما زعلتش عادي، واستأذن أدهم وقام وقف مع مريم لثواني في البلكونة بعيد عن دوشة الصالة والزغاريت. الهوا الهادي كان بيلعب شعر مريم، وآدم كان واقف حاطط ايده الاتنين في جيبه بيصطنع نظرة رزانة، بس عينيه كانت بتلمع بالفرحة الشديدة. ها يا مريم، رأيك ايه في التثبيت المفاجأة دي، مظبوطة ولا فيها غلطة؟ دي أحسن وأرعب تثبيتة اتعملت في حياتي كلها يا آدم، انت وقعت قلبي لما شفتك بالورد والفوطة على راسي. بس بصراحة حتى بالفوطة والصابون طالع زي القمر. شكرا يا آدم على كل حاجة عملتها عشاني وعشان جيت وبقيت جنبي. أنا اللي بشكرك يا مريم عشان دخلتي حياتي وقلبتي الهدوء اللي فيها لحيوية وأمل. أوعدك إن من هنا ورايح كل خطوة وكل خناقة وكل حكاية هتبقى معايا وفي حمايتي للأبد.
وابتسمت مريم من قلبها وعرفت إن الرحلة اللي بدأت بخناقة عفوية في القطر وباب اسم المباحث أثمرت عن أجمل قصة حب وأمان وسند في حياتها كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، يا رب تكون الحكاية عجبتكم وعشتوا معاها لحظات دافية وخفيفة على قلوبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي رأيكم في الجميل في التعليقات، وإيه أكتر موقف ضحككم أو أثر فيكم في حكاية مريم وأدهم. ولو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قصصنا وحكاياتنا القادمة، وأشوفكم على خير في قصة جديدة وحكاية جديدة. سلام.